طيب بما اننا في اسكندريه فحبينا نشوف بقى ايه في حواوشي مصري في اسكندريه ولا لا، ولقينا حد عامل عروض على الحواوشي المصري، ودي كانت شكل الصوره اللي هو منزلها وعامل عليها عروض، هي دي. فقلنا نروح نجربوه ونشوفوه. انا سمعت ان العرض كويس جدا، هقول لكم على سعره ومكانه. لو الدنيا كانت تمام والعرض طلع كويس جدا والطعم طلع كويس زي احنا متخيلين، هنقول لكم على مكانه فين وسعر العرض كام، وهقول لكم اسمه ايه علشان تبقى كل حاجه تمام. اما لو طلع اي كلام فملوش لازم نعرف كل حاجه عنه. طيب خلينا نبدا الاول نشوف الفرق بين الاثنين. زي ما وريتكم الصوره اللي كانت موجوده من شويه، شكل العرض كان عامل ازاي، اللي هو عرضه في الصفحه بتاعته، وده هيبقى شكل اللي احنا وصلنا له دلوقتي، هو ده. طيب فاحنا بقى هنجرب ونشوف هل في فرق كمان في الطعم زي ما في فرق في الصوره من بين الاثنين، ولا الطعم كويس ويستحق ان احنا نقول مكانه فين وسعره ايه واسمه ايه، ولا هيبقى اي كلام وكاننا ما عرفناش حاجه. يلا بينا مع بعض ونشوف هل في فرق ولا لا. يلا بينا. وهو دوت الطبق بتاعهم، هو دوت معاه طبق مخلل، هنفتح ونشوف مع بعض بقى. طبعا واضح جدا ان في فرق ما بين الصوره المعروضه وبين الاوردر اللي وصل. ده شكل الاوردر، شويه البطاطس شايفهم قليلين جدا، وشايف ان الحواوشي مش فيه كميه اللحمه اللي كان محطوطه في الصوره برضو. لكن خلينا نجرب الطعم. شايف ان البطاطس مش احسن حاجه، البطاطس فيها زيت كتير جدا. سندوتش الحواوشي هو ده شكله. خلينا نشوفوا الكميه جوه قد ايه. طبعا الكميه جوه قليله جدا مقارنه بالصوره برضك المعروضه زي ما انتم شايفين كده. هو السندوتش سخن وريحته كويسه، بس الكميه قليله طبعا مش زي المعروضه في الصوره بتاعته ولا في العرض بتاعه. وكميه البطاطس الموجوده برضك قليله جدا مقارنه بالصوره بتاعته والعرض بتاعه. بس خلينا نجربهم كل واحده لوحدها. نجرب نبتدي بالبطاطس الاول نشوفه هل طعمها كويس ولا اي كلام. نجرب. البطاطس طعمها كويس، شاربه زيت شويه لكن طعمها كويس. التوابل بتاعتها حلوه قوي. تعالى بقى نخش على الطعم من جوه بتاع الساندوتش نفسه. زي ما وريتكم الساندوتش جوه، انا شايف ان كميه اللحمه قليله مش كتير. فخلينا بقى ايه نشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. بسم الله. طعم اللحمه عادب شويه، كميه البصل فيها كبيره، فيها بصل كتير. العيش حاسس ان هو طري من تحت، طري قوي زي ما يكون مبلول، ممكن يكون مطرح ما هو لفه، لان هو كمان باين جدا في الصوره زي ما انتم شايفين كده. حاسس ان العيش بايش من الميه. الساندوتش التاني برضو كميه اللحمه فيه هي تقريبا ما اختلفتش. طيب مبدئيا هو انا شايف ان المشكله اللي كانت موجوده ان البصل بتاعت اللحمه كتير، طعمها محتاج ملوحه سنه عادبه، ما فيهاش ملح كتير، ودي ممكن تبقى اوبشن حلو لناس تانية، يعني اختيار كويس لناس تانية. العيش زي ما قلت فيه طري من تحت، ده مش احسن حاجه، كان محتاج ان هو يبقى متهوي شويه، ما يبقاش ملفوف قوي كده. بس طبعا لو اتهوى واستبل فتره كبيره ممكن يبرد، فهو كان بيحاول يحافظ على سخونيه الاكل، فطبعا دي حاجه سلاح ذو حدين. طيب مبدئيا اللحمه البصل فيها كتير زي ما قلنا، والعيش طري شويه، لكن مش دوت اللي كان هو عرضه. هو كان عامل تقريبا الصوره للاعلان، فلقينا في اختلاف واضح زي ما انتم شفتوا قبل وبعد، كان الاختلاف واضح. لكن كمجمل انا شايف ان العرض كويس جدا. ده سعر العرض ده 50 جنيه. انا هقول اسم المحل بس مش هقول مكانه. المحل ده اسمه مروان السوري. احنا في اسكندريه وده اكيد موجود في اسكندريه. طيب ودي كانت تجربتنا معاه. انا كتجربه عامه انا شايف ان هو كويس مقابل السعر، لكن كانت خدعه التسويق ما كانتش مستحبه، لان انا واحد من الناس اللي بتعمل معايا تشك كبير جدا ان انا الاقي حاجه غير المعروضه. دي بتضايقني انا، وفي الغالب هتكون بتضايق معظم الناس في الموضوع ده بالذات. لكن كتجربه انا شايف ان هي مش وحشه قوي، بس لا يبقى في مصداقيه اكتر، الحاجه المعروضه تكون هي. وده كانت نهايه الفيديو بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب للقناه عشان تتابعوا كل حاجه جديده بتنزل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.